برسم الشعب اللبناني مرة جديدة تحية لكم. المادة 49 من الدستور اللبناني واضحة وصريحة حول كيفية انتخاب رئيس للجمهورية. فإذا تفضلوا يا نواب الأمة نزلوا اعتصموا على باب المجلس النيابي المسكر وما تطلعوا لتنتخبوا رئيس. هيدا بغض النظر عن إذا كان لازم ينتخب رئيس أو لا، هلأ بنشوف، أو لازم الناس بس تنزل على الشوارع والاعتصامات وانتم برستيجكم ما بيسمح لكم. نفس الدستور بنص بصراحة على حصرية السلاح بيد القوى المسلحة الشرعية اللبنانية فقط. يعني هون لازم يعرف الشعب اللبناني انه اي دعوة لأي حوار باطلة بالشكل وبالمضمون. مش كل 10 سنين بيطلع عباله جهبذ فتح الزمان ويحول كتاب الدستور اللبناني لكتاب ألف ليلة وليلة. ببلد تحت الاحتلال الإيراني مثل لبنان أي استحقاق رئاسي رح يكون بسطوة السلاح، لا للحوار. قبل تطبيق 1701 1559 الكل لازم يعرف هالشي، بدءا بمحور الممانعجية وليس انتهاء بالقبعة الخماسية يلي عم بتحاول تطيلع لنا أرنب رئاسي على قاعدة التوافق. ومرة جديدة التوافق كذبة من الكذبات الكبيرة يلي قودت التركيبة السياسية اللبنانية. الكرسي المعبى بالفراغ أفضل بكتير من رئيس مجوف. يا شعب لبنان طالب بتطبيق الدستور، هيدا واجبك الوطني ورح يبقى واجبك الوطني وبرسمك انت تيبقى لنا لبنان. الله معك.